السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وزير التموين طرح منتجات اللحوم والدواجن والسلع بمعرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة. دعونا نتعرف على التفاصيل. افتتح الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية برفقة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية معرض أهلا رمضان بمنطقة المؤسسة بمحافظة القليوبية. وأكد الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة خلال تفقد معرض أهلا رمضان في محافظة القليوبية إنه يتم طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن بتخفيضات تصل إلى 25 و30% عن مثيلتها في السوق المحلية، وإن الأسعار متميزة جدا ومنها الشركة العامة لتجارة الجملة. وكل العارضين في المعرض قاموا بعمل تخفيضات حقيقية على السلع المعروضة في المعرض للمستهلك. ومن جانبه قال اللواء عبد الحميد الهجام محافظ القليوبية إن المعرض يشهد مشاركة قوية من العارضين في مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات كبيرة، وجميع السلع متوفرة وفي متناول الجميع. كما أن معرض أهلا رمضان ممتد حتى نهاية شهر رمضان المبارك، ويأتي ذلك استمرارا للتوسع في معارض أهلا رمضان تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإقامة معارض أهلا رمضان قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافي لضمان توافر جميع السلع الأساسية اللي بيحتاجها المواطنين بأسعار مخفضة، وذلك لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار. إلى هنا ينتهي الخبر. شكرا لحسن استماعكم ودعمكم المتواصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.